بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بيكم يا جماعة على قناتي نورتونا. إن شاء الله النهاردة هعمل لكم المجدرة الفلسطيني، طبق لذيذ جدا نباتي وكله فوائد، مشهورين بيه قوي إخواتنا الفلسطينيين. يا ريت يا جماعة كل واحد فيكم يدعي لإخواتنا الفلسطينيين دعوة كده طالعة من القلب إن ربنا إن شاء الله ينصرهم ويثبت أقدامهم، اللهم آمين. تعالوا بقى معانا نشوف الطريقة. معانا كوباية عدس هننزل عليها بمقدار كوبايتين مية مغلية ونتركه على النار لمدة 10 دقايق. احنا عايزين العدس ما يستواش قوي، لا يستوى حاجة بسيطة عشان لما يكمل سوا مع الرز ما يبقاش مهري، لا عايزينه يبقى باين في الرز. نحضر حلة متوسطة الحجم ننزل عليها بنص كوباية زيت ومعلقتين سمنة بلدي كبار. عايزين تحطوا اي نوع سمنة تحبوه مفيش اي مشكلة. يا دوبك السمنة تسيح مع الزيت نكون محضرين بصلة كبيرة متقطعة قطع صغيرة. هننزل بالبصلة، احنا عايزين البصلة يا دوبك تدبل. ننزل بنص كوباية شعرية، هنقلب الشعرية لمدة دقيقة، وبعد كده نكون محضرين 3 كوبايات رز. طبعا يا جماعة الرز ده احنا غسلينه كويس قوي. هنقلب الرز لمدة 3 دقايق عشان احنا عايزينه يطلع كده في المجدرة مفلفل وجميل. نكون محضرين 3 فصوص توم مقطعينهم قطع صغيرة، هننزل بالثوم نقلب، وبعد كده ننزل بالعدس. البهارات يا جماعة نص معلقة صغيرة كركم، نص معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة بهارات مشكلة، معلقة كبيرة ملح، وطبعا الملح زي ما انتوا عايزين. نقلب البهارات كده كله في بعضه، وننزل ب3 كوبايات ونص مية مغلية. نقلب كله في بعضه، نغطي بقى الحلة ونتركها على النار لمدة تلت ساعة، مع مراعاة ان احنا نهدي النار عبال ما المجدرة ما تستوى. نعمل بقى شوية سلطات كده جميلة. نعمل بقى سلطة الزبادي بالخيار، دي طبعا سلطة فلسطيني. هنضرب الزبادي زي ما انتم شايفين. طبعا يا جماعة دوت القط بتاعنا سيمبا، متشغلوش بالكم بيه، يقول لي بتعملي ايه يا ماما دينا؟ قلت له انزل بس دلوقتي مش فاضيالك. حطينا معلقة صغيرة ملح بعد ما ضربنا الزبادي كويس قوي، معلقتين صغيرين نعناع ناشف، فصين توم مهروسين. ننزل يعني ما يعادل بخيارة متوسطة متقطعة قطع اهو زي ما انتم شايفين، وعصرة ليمون، يعني معلقة صغيرة ليمون. نقلب كله في بعضه. للتزيين حطيت بقدونس، عايزين تحطوا نعناع اخضر او نعناع ناشف مفيش اي مشكلة. نحضر الدقة الغزاوية بقى. نجيب طماطمتين كبار متقطعين قطع صغيرة زي ما انتم شايفين، نزلنا بنص مقدار الطماطم، عليه دقة تومة بفلفل، فصين توم معاه قرن فلفل صغير، دقيناهم طبعا، عليهم رشة زيت، عصرة ليمون، ونص معلقة صغيرة ملح. نقلب كله في بعضه. نهرس بقى الطماطم كويس زي ما اخواتنا الفلسطينيين بيعملوا. وبعد ما هرسنا الطماطم ننزل ببقية كمية الطماطم، ومقدار مثلا معلقة كبيرة شبت. في فلسطين بيسموا الشبت عشبة عين جرادة. وللتزيين شوية شبت كده صغيرين، مش قادرة اقول لكم ريحتها تحفة. هنعمل بقى شوية سلطة مشكلة مصري، نزلنا ببقدونس على كزبرة خضراء على شبت على خيار طماطم قرن فلفل، عايزينه حامي عايزينه بارد زي ما تحبوا.
شوية بصل بقى كده يدلعوا السلطة، رشة زيت، يا دوبك رشة ملح بسيطة، ونقلب كله في بعضه. شوف بقى اخبار المجدرة ايه، اللهم صل على النبي، ايه الجمال ده، تحفة. بصوا يا جماعة الرز مفلفل ازاي، الحباية بحبايتها والعدس مش مهري، ايه الجمال ده. خلاص كده المجدرة بتاعتنا استوت وبقت مية مية. هنحضر البصلة اللي احنا هنرشها فوق المجدرة. قطعنا بصلة جوليان وفكفكناها كده من بعض، وحطينا على البصلة معلقة كبيرة نشا. بنقلب طبعا النشا كويس مع البصلة، عايزين البصل يتغلف بالنشا كويس، عشان النشا بيخلي البصل ما يشربش زيت قوي. طبعا هنجيب طاسة ونحط فيها زيت، نسخن الزيت كويس وننزل بالبصلة. عايزين البصلة تتحمر معانا يبقى لونها ذهبي كده جميل، اللون الذهبي الغامق. ما تنسوناش بقى يا جماعة باللايك والاشتراك، وطبعا تعليقاتكم تهمنا جدا. كده خلاص البصلة خلصت، نغرف بقى المجدرة. بسم الله ما شاء الله، الريحة حكاية. بصوا يا جماعة البصل مقرمش، مش قادرة اقول لكم. نرش بقى البصل على وش كده الصينية، بعد كده شوية بقدونس للتزيين. ايه الجمال ده، ما شاء الله، لوحة فنية. طبق بسيط جدا، قيمته الغذائية عالية، بسم الله ما شاء الله، وفي نفس الوقت مش مكلف. بصوا الجمال يا جماعة، بصوا جمال السلطات، يعني كوكتيل فيتامينات كده. ندوق بقى. جرب كده بالدقة الغزاوية، ايه الجمال ده، حاجة في منتهى الجمال. خلي بالكم يا جماعة سلطة الزبادي بالخيار ديت من المبردات برضو مع المجدرة، بتبقى جميلة وتريح المعدة. وبألف هنا وشفا، ويا رب كده نكون بنفيدكم. سلام عليكم.